اليوم كيحتضن مجلس المستشارين بشراكة مع برلمان البحر الأبيض المتوسط النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي لدول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، والمواضيع التي تناقش هي مواضيع تهم أولا التكامل الاقتصادي عن طريق ريادة الأعمال، عن طريق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وكيفية تجارب هذه الدول، وكذلك استعمال الطاقات المتجددة على شاكلة النموذج المغربي. اليوم سنناقش كل هذه المواضيع وسنتبادل الخبرات والتجارب سواء بين البرلمانيين في إطار التشريعات البرلمانية ذات الصلة، ولكن أيضا في إطار متخصصين من خبراء ومن مؤسسات أيضا إقليمية تعمل في كل هذه المجالات. اليوم كذلك تميز الجلسة الافتتاحية بتتويج وكالة بيت مال القدس بجائزة التميز السنوية التي يمنحها برلمان البحر الأبيض المتوسط في الجانب المتعلق بدعم الإنسانية، وأعتقد بأن ما تقوم به وكالة بيت المال القدس تحت إشراف مباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يستحق هذه الجائزة ويستحق أكثر من هذه الجائزة، أولا في دعم صمود الفلسطينيين في القدس، ولكن أيضا في دعم الجانب الإنساني سواء المتعلق بغزة أو مناطق أخرى أو مناطق الكوارث في العالم. وأعتقد بأن هذا التتويج اليوم هو تتويج وفخر لكل المغاربة، وهو أيضا إنصاف حقيقي للدور الذي تقوم به المملكة المغربية في إرساء الأمن والسلم الدوليين.